مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. ضيف حلقة حديث اليوم الباحث والكاتب الروسي المعروف نيكولاي ستاريكوف، صاحب عدد كبير من المؤلفات المعنية بما يعرف بالثورات الملونة، والذي أطلق عددا من المقالات تحمل آراء تستحق المناقشة، تتعلق بدور القناصة في أحداث الثورات التي اشتعلت في العالم العربي. مرحبا بكم سيد نيكولاي. بودي معرفة ما هي طبيعة النظرية التي تتحدث عن دور هؤلاء القناصة في أحداث الشرق الأوسط. نراقب اليوم عملية تدميرية منظمة تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا، تهدف في المحصلة إلى تخريب النظام السياسي والاقتصادي العالمي. نسأل من أين للولايات المتحدة هذا المستوى المعيشي العالي رغم الأزمات؟ الولايات المتحدة قلقة من انخفاض قيمة الدولار، وإذا استمر بالتدهور فإن واشنطن ستفقد قوتها وتفوقها، ولذلك فهي تسعى إلى زعزعة الاقتصاد العالمي وجره مجددا لكي يكون عبدا للدولار، ليبقى العملة القوية الوحيدة في العالم. ولإدامة القروض الأمريكية ولتحقق هذا الهدف يتعين إشعال الحروب، فالحربان العالميتان الأولى والثانية خلقت القوة الأمريكية وجعلتها مهيمنة، وقد باءت بالفشل محاولة واشنطن لجر الكوريتين إلى الحرب. الهند وباكستان لا تريدان القتال، ولم تنشب حرب بين إيران وإسرائيل، وهنا تلجأ الولايات المتحدة إلى الخيار الاحتياطي: زعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى في العالم العربي الغني بالثروات. عمليا المشكلات التي تعاني منها البلدان العربية والإسلامية ليست بدعة، وهي موجودة في معظم بلدان العالم، ويمكن إذا شئنا التلويح بشعار تحرير إيرلندا الشمالية من قبضة لندن، فيما لو أراد أحد زعزعة استقرار بريطانيا العظمى. ويمكن عبر الإنترنت التحريض على العصيان، ولكن لكي تتحقق الثورة يجب أن يرى الدم ويتساقط القتلى في الشوارع. وإذا لم تطلق السلطات النار على المتظاهرين فإنه يجب مساعدتها بين مزدوجين على هذه الفعلة. هنا تحديدا دور القناصة. معذرة، أنتم تقولون أن كل ما يجري هو من ترتيب أمريكي أو بريطاني أو أمريكي بريطاني مشترك، ولكن توجد أسباب موضوعية للثورات الشعبية في العالم العربي. نعم، توجد أسباب موضوعية، فهذه البلدان تواجه صعوبات اقتصادية وسياسية حقيقية، ولكن ألا يلفت نظركم أن تنفجر الثورات دفعة واحدة وبتسلسل مريب وفي منطقة محددة تعتبر عصبا اقتصاديا خطيرا في العالم؟ برأيي فإن هذا التسوق ليس صدفة، ولكي يكره الشعب حكومته يجب إراقة الدماء، ولأن السلطات تستخدم الغاز المسيل للدموع مثلا أو خراطيم المياه أو الهراوات، فإن ذلك لن يساعد على تفاقم المواجهة، وعندها يظهر على السطوح قناصة مجهولون يطلقون الرصاص على المتظاهرين ويقتلون بعضهم. هذه الصورة شاهدناها في تونس، وظهر القناصة في مصر وفي ليبيا، في بنغازي تحديدا. وهنا يجب التذكير بأن المدون الذي أبلغ بأن قوات القذافي تخرق الهدنة وبعد ذلك بدأت غارات حلف الناتو، هذا المدون قتل في ظروف غامضة وبطلق ناري من قناص مجهول. القناصة هؤلاء قتلوا 38 متظاهرا في اليمن، ويمارسون اليوم نفس المهمة في سوريا. وبين القتلى هناك جنود وضباط. وتنقل شاشة الجزيرة وبي بي سي صورا عن دموية النظام الذي يقمع ويقتل المتظاهرين ويعدم الجنود الذين يرفضون إطلاق النار على الحشود المحتجة. التقنية واحدة في كل الدول التي تعيش الاحتجاجات الشعبية. لاحظت أنكم تبحثون عن مشكلة القناصة حتى في عمق الثورة الروسية البلشفية. هل من المعقول أن يكون لهؤلاء أيضا دور في تفجير الثورة البلشفية أو في الأقل تحويلها إلى مسار آخر؟ الاستفزاز والتخريب عمرهما مئات السنين. خلال ثورة فبراير البرجوازية عام 17 من القرن الماضي في روسيا تحدثوا عن شرطة أطلقت النار على المتظاهرين في بتروغراد.
من بنادق رشاشة. وفي تلك الفترة لم تكن قوات الدرك الروسية تملك ذلك النوع من البنادق، الأمر الذي أشار له الكاتب والمؤرخ الروسي ألكسندر سولجينيتسن. لقد سقط في تلك الثورة قتلى برصاص قناصة مجهولين ولم يعثر لهم على أثر، ولم يتم الكشف عن ملف الجريمة إلى يومنا هذا. أما الشرطة المزعومة التي أطلقت النار من أسلحة لا يملكونها فقد دخلوا التاريخ على أنهم قتلة النظام القيصري. وعاشت روسيا نفس القصة في يوليو من نفس العام، ونفس السيناريو تكرر عام 93 من القرن الماضي حين قام قناصة من سطح السفارة الأمريكية في موسكو بقتل عسكريين روس أمام مبنى البرلمان أو مجلس السوفيت الأعلى الذي حله يلتسين، وأدى الحادث إلى دفع القوات المسلحة إلى اقتحام البرلمان. نفس القناصة ظهروا في قرغيزستان العام الماضي وقاموا بقتل الأوزبك والقرغيز لتأجيج النزاع العرقي. في إيران قبل عامين قتلت فتاة بنيران قناص أثناء التظاهرات الاحتجاجية على نتائج الانتخابات. أريد من مشاهديكم التفكير بالسؤال: لماذا تلجأ السلطات إلى أسلوب غبي غير فعال كالقنص من السطوح في حين يمكن تفريق التظاهرات بوسائل فعالة كما حدث في البحرين حين دخلت القوات السعودية إلى المملكة واستخدمت الأسلحة الرشاشة وليس بنادق الصيد، وقضت على التظاهرات في غضون بضع ساعات؟ أفهم من ذلك أنكم تستثنون البحرين من هذه المؤامرة التي تجري في الشرق الأوسط. ينبغي فهم حقيقة أن الولايات المتحدة تزيل الأنظمة الموالية لها لأنها غدت مستهلكة وتستبدلها بأخرى ليس مستبعدا أن تحمل طابعا إسلاميا راديكاليا لتفجير منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وحتى المملكة السعودية ليست بمنأى عن هذا السيناريو وعن محاولة التثوير، وربما أيضا قطر والبحرين وإن كانتا تواليان الولايات المتحدة. فالسيناريو في مرحلته الأولى يشمل البلدان العربية ومن ثم باكستان حليفة الصين. الأمريكيون سيخرجون من أفغانستان وعليهم التفاهم مع طالبان والإعداد لاقتحام طاجكستان ومن ثم أوزبكستان برجال طالبان، وعندها ستواجه روسيا مشكلة اللاجئين لتختنق بها. قصار القول البرنامج الأمريكي طويل الأمد وينفذ على مراحل لضرب كل القوى الجيوسياسية الخصم للولايات المتحدة. لماذا لا نرى القناصة في العراق؟ أيضا توجد في هذا البلد حركات احتجاجية ومظاهرات. الجواب ببساطة يعادل الجواب على السؤال: لماذا لا تقوم الولايات المتحدة وفرنسا بعملية برية في ليبيا؟ السبب أنه لا يجوز أن توجد قوات أمريكية حيث توجد القاعدة، وعلى هذا المنوال فإن القناصة لن يظهروا في بلد مثل العراق خاضع تماما للاحتلال وتحت السيطرة الأمريكية المطلقة. حكومة بغداد موالية لواشنطن، فلماذا يتعين إسقاطها الآن وقبل أن تنجز المهمات المناطة بها في هذه المرحلة؟ في تونس تم إلقاء القبض على قناصة يحملون جوازات سفر سويدية ادعوا أنهم جاءوا لصيد الخنازير البرية. أية سخرية، سواح يصطادون الخنازير في بلد مضطرب. لقد أطلق سراح القناصة، فالثورة نجحت في تونس ولم يعد أحد يسأل عن سر هؤلاء. لماذا لا يتم إلقاء القبض على هؤلاء القناصة في سوريا وفي اليمن؟ سؤال أوجهه أنا شخصيا إلى الأنظمة، وقد شاهدنا كيف أن وسائل الإعلام تتحدث عن سواح أو صحفيين أبرياء ألقت السلطات القبض عليهم، وتبدأ حملة مسعورة لإطلاق سراحهم تهدف إلى تخويف السلطات والتعمية على دور القناصة. أنصح السلطات السورية بالحذر من السطوح ومراقبتها لأن القناصة وصلوا إلى هذا البلد. قل لي رجاء، كيف سيكون تطور الأحداث في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن كل بلد على حدة؟ سيطاح بنظام علي عبد الله صالح دون شك، خاصة وأن حربا أهلية تدور في اليمن منذ فترة ليست قصيرة. أمل أن تفشل خطط الولايات المتحدة في سوريا وأن تظهر سلطاتها قدرا أكبر من الحكمة والحصافة في التعامل مع الأحداث وألا تتساهل مع المخربين. أما في ليبيا فإن العقيد القذافي لن يستسلم بسهولة وسيصمد، وربما سيتركونه وشأنه إلى حين تدبير عملية سرية لاغتياله أو دس السم له. حلف الناتو لن يغفر للقذافي أنه قاوم
قاوم آلته العسكرية الضخمة ولم ينهزم أمامهم بسهولة، وسيكون الرهان على ثوار بنغازي لمواصلة تفجير الوضع في ليبيا. أما فيما يتعلق بسيناريو تقسيم ليبيا إلى شرق وغرب، الشرق الغني بالبترول والغرب الذي سيكون بقيادة القذافي، ولكنه سيكون غربا فقيرا. في حال رحيل القذافي فإن ليبيا ستتقسم إلى أجزاء وليس فقط إلى شرق وغرب. القذافي هو ضمانة وحدة ليبيا. وضع مثل بقاء بنغازي بيد الثوار وطرابلس بيد القذافي لا يروق للولايات المتحدة وبريطانيا. يجب إقامة دولة الخلافة الإسلامية في ليبيا لإشعال حرب في المنطقة هدفها النهائي تعزيز قوة الدولار وإنقاذ الاقتصاد الأمريكي. لقد وجهتم تحذيرا للقيادة الروسية بأن ما يجري في الشرق الأوسط هو جزء من مخطط عالمي يهدف في المحصلة النهائية إلى خنق الصين ومن ثم خنق روسيا. من أين تنطلقون؟ هل لديكم معلومات دقيقة حول هذا الموضوع أم هي مجرد استنتاجات باحث؟ في ليبيا حصلت سابقة خطيرة، التدخل الخارجي في شأن داخلي. الغرب الآن يزود المعارضة الليبية بالسلاح تجاوزا على قرار مجلس الأمن الدولي، بل إن القرار يحرم تصدير السلاح إلى ليبيا. سابقة تشكل خطرا على روسيا لأنها تواجه حركة انفصالية في شمال القوقاز. من يضمن ألا تظهر حفنة مسلحين أمام الكاميرات ملوحين بالرشاشات ويطالبون بالاستقلال وبحماية المدنيين، لتأتي القاذفات الأمريكية فتقصف الأراضي الروسية. السابقة الليبية خطر على كل دول العالم وليس فقط على روسيا. لذلك وجهت رسالة مفتوحة إلى الرئيس ميدفيديف قبل قرار مجلس الأمن طلبت فيها التحقق من أحداث ليبيا قبل اتخاذ أي قرار، لأن حجم الأكاذيب والافتراء فاق التصور، ولعبت الجزيرة وبي بي سي دورا رئيسيا في تلفيقها. حسنا، بماذا تنصحون إذن أجهزة الأمن والشرطة والسلطات في بلدان الشرق الأوسط حتى تتجنب دور القناصة في خلق هذه الفوضى؟ أنصح بطرد الصحافة الغربية وقطع الانترنت، وأن يظهر رئيس الدولة ليعلن بأن الأجهزة الأمنية وضعت كل بنادق القنص تحت السيطرة والمراقبة وسحبتها من الخدمة لقطع الطريق على القناصة الوافدين أو المندسين. يجب أن يتم ذلك أمام عدسات التصوير وضمن رقابة شعبية. كما أنصح بالسيطرة على أسطح المباني المحيطة بمواقع التظاهرات والاعتصامات. لماذا الصحفيون بالذات يطردون من البلدان هذه التي تشهد ثورات؟ لأن الصحفيين هم الغطاء المفضل والمحبب لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية. السيد نيكولاي ستاركوف الباحث والكاتب الروسي، شكرا جزيلا لكم، ولكم أعزائي المشاهدين أطيب التحيات، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقاتا هانئة.